السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم صينية كوسة بالفراخ في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخة صغيرة، يعني ايد فرخة صغيرة قطعتها كده. وادي نص كيلو كوسة، نص كيلو طماطم، عصير طماطم، واربع بصلات وتلات فصوص توم وقرن فلفل اخضر. ودي الصينية اللي انا هعمل فيها. رفعتها على النار، حطيت شوية زيت ومعلقة زبدة بس انا حطيت معلقة زبدة سمنة اللي عندك. واروح نازلة بقى بالفراخ كده، اشوحها شوية، اديها زي صدمة كده. جربوها هتعجبكم اوي، كانت جميلة فعلا. هرش عليها فلفل اسمر، يعني الفراخ طبعا ما تستحملش سوا. دي توابل شاملة، والملح برضو، واقلبها كده اديها زي صدمة. دي الملح، واقلب فيها كده زي صدمة بس تتشوح معايا. الفراخ اللي من النوع اللي هي بتجيب مية برضو فما بتستحملش. كده غطيتها، عريتها تاني، واروح اقلبها كده قدامكم اهي. بسم الله. كده اتأكدت بس ان هي كده اتشوحت، خدت زي صدمة معايا. كده التوم، اقطع بقى التوم عليها كده 3 فصوص توم، هقطعهم مش هدقهم، هقطعهم بس حتت صغيرة كده. بتديها بقى ريحة وعشان لو زفارة ولا حاجة بتلغي ريحة الزفارة فيها، بتديها طعم حلو. وده قرن فلفل برضو قطعته عليه اهو. وادي البصل، ونزلت بالبصل. وبعد كده الكوسة، ادي الكوسة نازلة بالكوسة. اقلبهم كلهم في بعضهم كده، واغطيهم شوية. بعد كده عريتها، هنزل بقى بعصير الطماطم. الكوسة طبعا بتجيب مية والفراخ، واروح حاطة عصير الطماطم بس وشوية مية صغيرين. زيادة عن كده لا، تمليهاش مية ولا حاجة لان هي بتجيب مية اهي. كده شوية مية صغيرين اهو. واروح محركة الصينية كده بحيث ان انا عرفت ان هي كلها كده بقت سوا بعضيها. بس المية مش كتير، هي كوباية مية صغيرة. اغطيها بقى لحد ما تاخد تنشف شوية، وبعد كده احطها في الشواية اهي. وريتها لكم تاني بعد ما غطيتها. بس كده حطيتها تحت الشواية، بس نشفت من فوق وحطيتها تحت الشواية بعد ما طلعتها.